السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا لا فيديو روتين جديد، فيديو جديد، فلوق جديد معايا. نقول لكم قبل ما تبداو تشوفوا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، اشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره تشوفوها. هذا ثالث يوم عيد، عرضوني اقارب الزوج تاعي لا فامي تاعو، عرضونا رحنا لهم. عفوا سمحوا لي لافوا تاعي راه كامل رايحه باسكو راني مغربيه، راني كامل مبلعه. هنايا كنا في الطريق، شويه سكنوا شويه بعاد عليا واحد ساعه في الطريق. هنا سي بون انا قريب نوصلوا. شاركت معكم مقتطفات من كلش، من ما كي رحنا، كي وش حطونا، وش طيبوا، يكثر خيرهم في الحق. كلش داروه وكلش حطوه، ربي يبارك لهم ان شاء الله في صحتهم. قلت نشارككم تقاليدهم عاداتهم كي يعرضوا الناس، باش تشوفوهم وش يطيبوا وش يحطوا. هنايا قلت لكم راه داخل المغرب صاي، رحنا العشيه لخاطر المصريين اصلا راهم يبدلوا ليلهم بالنهار والنهار بليلهم، كي شغل يسهروا الليل كامل وياكلوا في الليل. هنايا اني وصلت دخلت للصالون، هذا هو الصالون تاعهم. ريحت شربت لاتاي، كاس لاتاي، من بعد دخلنا ديريكتومون الكوزينه. في ذا الوقت صاي قلت لكم راه ظلمت الحاله برا اصلا. هما ياكلوا يتغداو المغرب، هكا يتغداو في هذا الوقت من العصر للمغرب. دخلت الكوزينه لقيتهم دايرين المحاشي، دايرين هذاك ورق العنب، هنايا دايرين الكرنب والبيضنجال كما يقولوا. وهنايا هذه الشوربه تاعهم، هذه هي الشوربه الاساسيه اللي يسلقوا فيها اللحم، يغسلوا اللحم نورمال يسلقوه في الماء ويديروا لي زيبيس مع ورقه عرند مع شويه توابل. وهذا هنا المنبار، هنا المنبار كان يتسلق، وتفاجأت انهم يطيبوا الكرشه. والله ما كان على بالي، اول مره نعرف انهم يطيبوا الكرشه اصلا. حسيتها كيما الدوارات تاعنا، تشبه لها شويه، هي ماشي نفس الطريقه. مي احنا شتون احنا نديروها بالحمص ونديروها، مي نفس شويه فيها تشبه للكو هذاك. وهنا هذا القلاش هو اللي هو لاباتافيلو، دايرين لها الحشو، يديروا وريقات تاع لاباتافيلو من تحت ويديروا الحشو كيما تحبي، لحم، خضره، فرامج، ومن بعد يديروا في الفور. وهنايا كل دوره ونرجع ندوق. قالت لي غير كولي، قالت لي خذي راحتك كولي. بصح الماكله تاعهم والله كانت بنينه ما شاء الله. هنايا نوري لكم باللي شوفوا الكرشه كيف منقيينها. وهنايا توري لي واش ندير. قلت لها انا راح نصور المقادير يا امنيه. وهنا بقدح سمنه عشان احط الليه واحطها على وش المحشي. برافو. هنا سمنه او زيت، وتحطي لسان عصفور تحمريه. ايوه كله تعمليه كله. هنا ام مالك حطيتي ايه؟ الليه. وبعد ما يتحمر تحطي عليه شوربه. الشوربه فيها كل حاجه اصلا، ملح ومرقه وكل حاجه. احنا هنقعد في المطبخ. هنايا بعد ما حمرت لسان العصفور، نعم يا ادم، حمرتها في الزيت. هما شوربه تاعهم بس يعني شويه زيت وسمن، ويحطوا الفيرميسيل ولا لسان العصفور كي يولي اللون تاعها. يروحوا يديروا هذه الشوربه اللي وريتها لكم من شويه، وريتها لكم قلت لكم هذه هي الشوربه تاعهم يسلقوا فيها اللحم كي تتحمر هكا. هذه هي الشوربه. يعاودوا يحطوا عليها من هذا الماء، يحطوها وكيما هكا يخلوها شويه طيب ويطفوا عليها كيما هكا. الشوربه راها واجده.
هي سهله بزاف وبنينه. يا حسام بس هذيك المرقه راها سالقين فيها اللحم، حاطين فيها الزيت، حاطين فيها كلش. هتدلعنا. انا حطيت هي تشاركني خليني نوريها لهم. هنايا هذا السمن درت فيه اللية اللي هو الشحم، مهلبيه السمنة البلدي. السمنة البلدي وبديروا فوق المحاشي، تصبوا فوق المحاشي. هذا هو الجلاش تاعهم. راهو جد قالت لي قطعيه، انا وصلت ديريكت ودخلت مع الكوزينه باش نعاونها، مي لقيتها مكمله كلش، مخليه غير هذيك الشوربه. قلت كي تدخلوا نديرها الخضر سهله. وهنايا انا قعدت نقطع لها في هذاك الجلاش. وهي راح تسمع الفيديو نقول لها شكرا بزاف مالك، ربي يعطيك صحيحتك ان شاء الله. انا قطعت الجلاش ومن بعد كملت هي تحطه في الطبسي بعد ما قطعته انا. ان شاء الله المره الجايه نشارك معاكم طريقه المحشي كامل، خاطر قالت لي كون غير جيتي الصباح باش تصوري لهم طريقه المحشي. قلت لها ان شاء الله المره الجايه كي تعودي باغيه ديري محشي عيطي لي نجي نديروه كيف ونصوروا لهم. راه طريقته راه موش صعب، لكن يدي وقت طويل. هو ماشي هو سهل يعني، هو غير رز وليزي بيس مع المعدنوس والشبت وسهل، لكن يدي وقت. انا جيت نحط معاها. هذا هو محشي الكرنب ومحشي الباذنجان بالطاجين وتفرغوا. شوفوا تصيبوهم فركت. هذا هو المحشي نتاعهم. وهنايا ثاني حطيت محشي ورق العنب. انا يعجبني صح في الديبي، ما نكذبش عليكم كان يجيني بيزاغ، مي مع الوقت ومع التعود كل مره وليت ناكله نورمال. والناس اللي كومونتات لي كيف تقدروا تعيشوا في الغربه وتقعدوا في الغربه العيدوا. شوفوا نقول لكم حاجه، هي ماشي سهله انك تقعدي في الغربه يعني يكذب عليك اللي يقول لك نورمال. هي صعيبه. كما انا العام اللي فات في هذا الوقت راني في الجزائر، عيطت في الجزائر. صعيبه لكن ظروف والمكتوب لازم نتحملوا. هذه هي واش نديروا، مكتوب الحمد لله على كلش. مكتوب جا كيما هكا، اللهم لا اعتراض، الحمد لله. ثاني لكن انا متونسه بناسي واهلي وحبابي، متونسه بهم، وليدي وزوجي الحمد لله. انا وريت لكم هما يحطوا في الصينيه في الارض، والصينيه راه ما قدتش حطينا في الارض. وريت لكم واش كلينا ثم كنا ناكلوا. من بعد كي كملنا غسلنا المواعين، غسلت المواعين ومن بعد مسحنا الكوزينه كامل. ومن بعد هنايا قالت لي نديروا الكنافه بالمانجا. وقلت لها انتي قعدي وانا نوري لك كيفاش نديرها انايا. قطعت الاخر، قطعت هذه الكنافه تقطعوها صغيره. هي دايرتها في الكونجيلاتور باش كي تجبدها تولي تتكسر، مي ما جمدتش لاخطر دارتها روطار نسيتها. عفوا. انا تكسروها. الاحسن كي تبغوا تجربوا هذه الوصفه ديروا هذه القطايف ديروهم في الكونجيلاتور، هما يسموها الكنافه. ديروهم في الكونجيلاتور من بعد في الساشي تاعهم وكسروهم هكا، تقعدوا تكسروا فيهم بيديكم. وراه ثاني سهله بزاف سهله. انا كانت هي تقول لكم في المقادير، لكن كي جيت ندير المونتاج لقيت الحس تاع الدراري والبكايه، يعني نحيت الصوت وراني نسجل لكم باش اللي يبغي يجرب يلقى طريقه واضحه ما فيهاش بكا تاع الدراري. هنا تفتفتيها الصغيره. وهنا يتحط لي في السكر سكر غلاس اللي هو سكر باودر.
حطته وقالت لي رمضيه الكل كامل هكا، ومن بعد راه تذوب في السمنه البلدي كما هما يقولوا. السمنه البلدي هما لا بليبار تاع طيابهم يطيبوه بالسمنه البلدي، تجي ريحه الماكله بنينه، الكنافه تجي بنينه، كلشي يجي بنين. هنا راني نقطع فيها وندخل في السكر الثاني فيها، واللي ما عندهاش سكر سكر غلاس تقدر دير السكر العادي. راه قلت لي نقدروا نديروا السكر العادي عادي. ديروا قيس فنجال تاع قهوه، فنجال تاع القهوه سكر. هنا دارت هي الكيلو درت عليه فنجال تاع قهوه، ما تكثروش لخاطر راح دير شاربات في التالي اللي هو القطر باش ما تجيش حلوه بزاف. وتخلوها هكا قطع صغار، لازم تكون قطع صغار بزاف. تدي شويه وقت هي، بصح كي تكون كونجلي ما تديش وقت. ومن بعد ديري السمن. هنا دارت السمنه البلدي، دارت حوالي كاس كبير، كاس تاع سمنه تاع سمن. هنا سخون، استنيت شويه برك يبرد ومن بعد تحركوا كيما هكا. لازم السمن يوصل للكنافه كامل كيما هكا. هي ماهيش صعبه، هي طريقه سهله بزاف وبسيطه. اللي يبغوا يجربوها، اللي يبغوا يجربوا الحلويات الشرقيه، حلويات المصريه والاكل المصري، ان شاء الله كل مره نشارك معكم وصفه. وهكا قالت لي فوركيها، قالت لي كي شغل احطها بين يديك باش تتشرب كامل السمن. بعدها هي دهنت السني ولا راح تدخل للفور، اللي راح نحطو فيها وتدخل للفور. ونحطو الكنافة فيها نورمال، تحطوها من بعد تزيروا عليها هكا بيديكم. هنا بدينا نفركتو فيها باش نحطوها، باش ما تتكلكعش كما يقولوا هما، ما تتكلكعش في بلاصه. تفرديها هكا ولا تحطها هكا. عفوا. وهكا فوت 3 يوم عيد. كي رحت صراحة غيرت بزاف، غيرت الجو، غيرت تونست. هذاك الاخر هذاك تاع العيد شويه، هذيك الكآبه تاع العيد شويه تروح. راهم المغتربين راهم يحسوا بهذيك الكآبه تاع المبعد على الدار. وبعد ربي ان شاء الله يلاقينا بهم على خير. وزيد كما قلت لكم العيد اللي فات كنت في الجزائر، على هذاك شويه حسيت يعني. هنايا وريت لكم كيف يديروا عليها هما هكا، مش عارف يطبطبوا عليها كي شغل هكا يرقدوها بيديهم. هذا هو المصطلح اللي لقيتو، هكا تزيروا عليها بيديكم. ومن بعد كي نديروها في الفور، درتها في الفور. ومن بعد كي درتها في الفور خليكم نتوما معاها توريكم طريقه كريمه المانجا بالشانتي. هي راح تقول لكم الوصفه باش اذا حبيتوا تجربوها. مانجا وبعد كده احط عليها كريم شانتيه. بعد كده احط حبه ميه صغيرين. هو المفروض لبن بس انا ما عنديش لبن. المفروض حليب، بصح هي ما عندهاش حليب، حطت لها هنا حليب. زودت كده يا كده.
اه تدوقيها يعني لو سكرها كويس وتمام ولا ناقص، صح؟ عايزة؟ والله عشان الكنافه اصلا هيتحط لها شربات. بس هي كده خفيفه شويه، هجيب لها حبه نشا عشان تتقل. ماشي. حاضر يا ادم. عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ تتشال؟ هاتهولي. نيشا اسمها مايزينا بالجزائر. نيشا مايزينا. مايزينا. بعد كده بقى احطها في التلاجة عشان تمسك نفسها شويه. ماشي تمام. أنا خرجناها من الفور الكنافة هذيك، ومن بعد درت لها الشربات اللي هو القطر، ومن بعد زينتها من الفوق بهذيك الكريمة اللي خرجتها من الثلاجة، خليتها غير نص ساعة في الثلاجة، ومن بعد حطيتها في الثلاجة مرة واحدة أخرى بها بالكريمة في الفريجيدير مدة نص ساعة. بردت قطعناها وكليناها، كان ذوق تاعها روعة روعة. ننصحكم تجربوها إذا في وقت المانجا إن شاء الله. وهنايا وصلت لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم بزاف. تلاقاو في فيديو جديد، وكتبوا لي في التعليقات واش راكم حابين ندير لكم، واش حابين تشوفوا هنايا. ونشكركم على تعليقاتكم بزاف. والناس اللي مازال ما رديتش على تعليقاتها نقول لكم راني حاطه خاصيه تاع من الناس ما تشوفش التعليقات حتى نقبلها انايا. دونك بشويه نشوف تعليقاتكم كامل ونأكسبتيهم كامل ونرد عليكم كامل باذن الله. وهذا هي، خليكم مع الفيديو للنهاية، ونتلاقاو في فيديو جديد عفوا ان شاء الله. وتهلاو في رواحكم. وهنايا هذه انا قطعناها راني نوري لكم في القوام تاعها وكيفاش تجي. نسيت. وهنايا كملنا، درت كاس لاتاي وقعدنا في البالكون. على بالكم المرض راه مدوخني تلمو لا غريب، راكم عارفين راني دايخه. وانا قعدنا في البالكون شويه